أهلا بيكم. مفيش أحلى من إنك تلاقي حب حياتك وحد بيحبك بجد بدون شروط. لو لقيت الحب ده اوعى تفرط فيه مهما كانت النتائج، حتى لو حد نصحك من وجهة نظره إنك تبعد، لأن أحيانا المظاهر بتبقى خداعة زي قصتنا الغريبة النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو عجبتك قصتنا ادعمنا بالاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. قصتنا النهاردة قصة حقيقية عن أميرة أسبانية اسمها تانا. هي مليارديرة عندها 85 سنة، غنية جدا. اتجوزت راجل أصغر منها بحوالي 25 سنة، بالرغم إن ولادها حذروها منه وإنه طمعان فيها وإنه نصاب وعايز يورثها. الست دي بعد جوزها الأولاني ما توفى زادت ثروتها جدا ووصلت لحوالي 5 مليار دولار. اتقدم لها موظف اسمه ألفونسو، كان شغال في إحدى شركات زوجها، وقال لها في جنازة زوجها لو احتجتي أي حاجة أنا تحت أمرك، وإن جوزك فضله عليا كبير. وسألها في الجنازة ليه أولادها ما حضروش، فردت عليه بحزن إن ولادها مشغولين بحياتهم. ألفونسو اداها رقمه وقال لها لو احتجتي حاجة كلميني، وده رقمي الشخصي. وفضل مهتم بيها ألفونسو أكتر من ولادها نفسهم اللي كانوا عايزينها تموت عشان يورثوها. وبعد سنين من علاقة ألفونسو وتانا قرروا يتجوزوا، لكن قبل الفرح ولادها اللي ما بيكلموهاش نهائي اتصلوا بيها وحذروها من الجواز منه، وانه طمعان في ثروتها، لان استحالة حد يتجوز واحدة اكبر منه ب25 سنة، يعني قد والدته، عشان بس بيحبها. اكيد طمعان فيها وعايز يورثها. كمان هي من عيلة ملكية وأميرة، فازاي تتجوز واحد عادي وكان موظف كمان في شركة جوزها؟ لكن تانا أصرت على الجواز لأنها بتحبه، ومحدش من ولادها حضر حفل الزفاف. قضت 3 سنين مع ألفونسو وكانوا أجمل 3 سنين في حياتها كلها، ولقت منه كل الحب والحنان أكتر من ولادها اللي نسيوها تماما. بعدها ماتت تانا، وكان ألفونسو حزين عليها جدا وبيعيط بحرقة في الجنازة. وولادها حضروا وما كانوش طايقينه لأنهم عارفين إنه كان طمعان فيها. لكن بعد كده اتفاجئ أولادها إن ألفونسو اتنازل بالكامل عن حقه في ميراثه منها، وقال لهم إنه اتجوزها عشان بيحبها مش عشان فلوسها، وكل اللي كنت عايزه من الدنيا هي وبس، فلوسها ما تهمنيش. وفعلا كان ألفونسو موقع على التنازل في ميراث زوجته من أول يوم جوازه ليها. ندم أولادها أشد الندم إنهم كانوا ظالمينه وفاكرينه طمعان فيها وفي ثروتها. معقول الراجل ده كان بيحب الست دي فعلا اللي قد والدته وتنازل عن حقه لأولادها بالبساطة دي في ميراثه منها، ولا كان ليه غرض تاني من الجوازة دي ومحدش يعرفه؟ شاركوني آرائكم في التعليقات. وبكده يبقى انتهت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون عجبتكم، واستنونا في قصة جديدة، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.